بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة يا جماعة، ومعاكم النهاردة أحمد حمدان. هنتكلم النهاردة عن فاتورة التليفون الأرضي. فاتورة التليفون الأرضي يا جماعة زادت ل2025، زي ما كل حاجة في حياتنا زادت. الإنترنت زاد، الاتصالات زادت، قطاع الاتصالات كله زاد في مصر، التليفونات المحمول، كل حاجة زادت. فالنهاردة هنتكلم عن فاتورة التليفون الأرضي ل2025 زادت بمقدار قد ايه. اغلبنا على الفواتير اللي هي الربع سنوية، او بندفع مقدم على الربع سنوي. في ناس بتدفع شهري وفي ناس بتدفع سنوي. هل في فرق بين التلاتة والاسعار قد ايه؟ لو يهمك الموضوع ده خليك معايا. طبعا في البداية كده حابب اقول لك ان فواتير التليفون الارضي زادت زي الانترنت وزي قطاع الاتصالات كله. طيب، الزيادة في حدود كام؟ أول حاجة حابب أقول لك باقات التليفون الأرضي بندفعها دلوقتي مقدم. يعني حضرتك بتروح تحط الفلوس مقدم، بيجي ميعادك شركة وي بتاخد الرصيد بتاعك وتديك المدة بتاعتك، سواء كنت شهري أو ربع سنوي أو سنوي. طيب، أغلبنا على الربع سنوي. طيب، الشهري مبدئيا اسمها ايه الباقات بقى بتاعت وي ارضي؟ اسمها وي ارضي. وي ارضي 35، وي ارضي 45، وي ارضي 75. باينه من الاسم. وي ارضي 35 بيدفع 35 جنيه كل شهر من غير الضريبه، هنضيف عليه ضريبه المبيعات دلوقتي، خلاص، اللي هي 14%. طيب، يبقى وي ارضي 35 بيدفع 35 جنيه في الشهر. وي ارضي 45 بيدفع 45 جنيه في الشهر. وي ارضي 75 بيدفع 75 جنيه في الشهر، هنضيف عليهم الضريبه. طيب، ده اللي بيدفع شهر يا جماعه. هنيجي للربع سنوي دلوقتي. طيب، اللي مبدئيا كده وي ارضي 35، الناس دي هتاخد دلوقتي 500 دقيقه، بدل ما كانوا بياخدوا 360 لا زودوا لنا الدقايق. يبقى المصرية الاتصالات زودت الدقايق لكل الباقات ورفعت سعر الباقات. طيب، وي ارضي 35 تمام، بقت دلوقتي بتاخد 500 دقيقة. تمنها بعد ضريبة المبيعات هتبقى 40 جنيه، اللي هي 39 و90 قرش بالظبط، هتبقى 40 جنيه. يبقى وي ارضي 35 هتدفع في الشهر 39 و90 قرش، اللي هي 40 جنيه. طيب، لو انت ربع سنوي هتاخد 1500 دقيقة وهتدفع بدل 105 من غير الضريبة، 105 بعد ضريبة المبيعات هتدفع حوالي 120 جنيه، اللي هي 119 و70 قرش بالظبط. طيب، عندك وي السنوي، خلاص، وي ارضي 35 السنوي هتاخد 6000 دقيقة وهتدفع فلوس 420 جنيه من غير الضريبة. بالضريبة هتبقى 480 جنيه بالظبط، يعني 478 جنيه و80 قرش، اللي هي مثلا قول 480 جنيه يعني. تمام، ده بالنسبة لوي ارضي 35 اللي اغلب الناس مننا عليها، يبقى انا قلت لك عليها. طبعا هطلع لك الصورة اللي انت شايفها فوق دلوقتي دي، انا هطلعها لك في اخر الحلقة، اللي هو جدول الاسعار بتاع وي ارضي. طيب، في ناس تانية على وي ارضي 45. وي ارضي 45 دي هتدفع في الشهر، هقول لكم بقى من غير الضريبة عشان نختصر يعني ما ناخدش وقت كتير، هنقول لكم بالضريبة يعني. وي ارضي 45 هتدفع في الشهر 51 جنيه و30 قرش، يبقى دي وي ارضي 45 عندك، وهتاخد 3500 دقيقة في الشهر. عندك وي ارضي 45 برضو الناس الربع سنوية هتاخد 10500 دقيقة في الشهر وهتدفع 154 جنيه تقريبا. عندك برضو وي ارضي 45 نفس الناس دي لو هتدفع سنوي هتدفع 616 جنيه وهتاخد 42000 دقيقة محلي ومحافظات وموبايل طبعا. تمام، هنيجي برضو هنا تحت كده، عندك بقى وي ارضي 75. تمام، الناس دي بتاخد 3500 دقيقة في الشهر، بتدفع 86 جنيه تقريبا. عندك لو هتدفع ربع سنوي هتاخد 10500 دقيقة، خلاص، محلي ومحافظات ووي، و750 دقيقة الموبايل وشبكات أخرى وحوارات كده يعني. المهم هتدفع 257 جنيه أو 256 ونص بالظبط. خلاص، لو هتدفع سنوي هتاخد 42000 دقيقة، خلاص، دي باقة وي ارضي 75 هتاخد 42000 دقيقة
3000 دقيقة الموبايل وشبكات أخرى، وهتدفع 1026 جنيه في السنة كلها. يبقى دي كلهم خلاص. بالنسبة ده جدول الأسعار. طيب في ضريبة تانية بتبقى قليلة كده، ضريبة دمغة بتدفع في حدود 20 جنيه خلاص. دي بتضاف في آخر السنة، يعني بتضاف مرة واحدة في حدود ل 15 ل 20 جنيه. بس هو طبعا موقع وي مش مطلعها يعني. طبعا لحد هنا حلقتي تكون انتهت معاك النهارده. ما تنساش تضغط على علامه السبسكرايب الحمراء دي وتفعل الجرس من جنبها من تحت الحلقه دي عشان يوصلك كل جديد. واخر حاجه احب اقولها لك، نورتوني في قناتي، وكان معكم احمد حمدان. قاعدين ليه يا جماعه؟ والله الحلقه خلصت. يلا سلام عليكم.